السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده انا نزلت الفيديو اللي انا نزلته لكم امبارح ريلز على القناة، وقلت لكم حذروا فزروا. فطبعا في اللي جاوب وقال مظبوط من الفينو. طبعا انا شفت الطريقة كانت بالعيش البلدي، فانا قلت اللي هيبقى اطعم الفينو. زي ما انتم شايفين كده طبعا انا جبت الفينو كل اللي عندي. طبعا ناشف بايت. هتجيبيه وتحطي عليه كوبايتين لبن وتسيبيه بقى لحد ما يبوش خالص ويتكون، يبقى عجينه زي كده، عجينه لينه شويه. لو انت مش حابه تحطي دقيق فانت ما تحطيش لبن كتير، بس انا حطيت 3 معالق من الدقيق زي ما انتم شايفين كده. وحطيت كمان نص الكيس البيكنج باودر. بقلبها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وكمان البيكنج باودر هيخليها هشه كده وحلوه. كمان هضيف عليها بيضة عشان برضك تبقى هشة كده وتدي اللون الذهبي، بس بعد ما اخلطها كويس جدا. بصوا بقى عاملة ازاي شكلها، عاملة زي العجينة بالظبط. حطيت بقى البضاية وهقلبها كويس جدا. طبعا الفكرة دي حلوة جدا، مفيش بيت مفهوش فينو، يعني احنا في ايام دراسة فبيبقى متوفر عندنا كتير قوي الفينو وبيفيد مننا. وكمان بتبقي جايبه بزياده شويه فبيبقى بايت، وساعات بينشف، ساعات يوم ما بتوديش عيل المدرسه بتاع، وبالذات الايام ديت يعني في الولاد تعبانه جدا، وربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. زي ما انتم شايفين كده العجينه بقت عامله ازاي، جميله جدا. طبعا عشان تبقى حلوه كده وجميله حطيت معلقه سمنه بلدي. دي سمنه بلدي. عايزه تحطي بقى زيت، عايزه تحطي زبده، براحتك خالص. انا قلت بقى عشان تديها طعم كده حلو. بصوا عجينه يعني اللي يشوفها ما يقولش دي من فينو خالص، بجد حلوه جدا. هسيبها بقى ترتاح شويه وبعد كده نشكلها ونقليها زي ما احنا عايزين. بصوا ما شاء الله عامله ازاي، ما شاء الله جميله جدا جدا، هتعجبكم قوي لو جربتوها. هنبتدي بقى نحشيها اي حشوه انت حباها. انا حطيت الشوكولاته الصغيره الشيبسي بتاعه الكوكيز، دي المتوفره عندي. ولو عندك شوكولاته خام ممكن تقطعها قطع صغيره وتحشيها زي ما انت حابه، ممكن مربى، ممكن اي حشو انت حباه. بصوا عامله ازاي. بخلص بقى كل الكميه بالطريقه ديت، وبعد كده هرجع اوريكم هيبقى عامله ازاي. وهحشي كمان منها شويه من الجبنه عشان انا بحبها جدا، بتبقى جميله جدا بالجبنه. ما بحبش المسكرات قوي، فقلت بقى اخد كام واحده كده وانا بشرب النسكافيه. بعد ما خلصت الكميه بصوا بقت عامله ازاي. جبت بقى هنا حله صغيره وحطيت فيها زيت، وابتديت انزل فيها الفطاير اللي احنا عاملينها. انا عملتها هنا المدوره اللي انا وريتها لكم، لو انت حابه تعمليها بشكل تاني براحتك، بس الفكره ان انت ما ترميش الفينو، هي الفكره. وممكن في ناس عملتها بالعيش البلدي، بس انا قلت اللي هيبقى اطعم اكتر الفينو. بصراحه عجبتني قوي فكره الفينو. بصوا ادى اللون الجميل ازاي. بصوا عملت بقى طبق المدور اللي بالشوكولاته، وعملت المدوره دي اللي بالجبنه. انا بحبها قوي بالجبنه، بتبقى ما بحبش المسكرات. عجبتني قوي قوي اللي بالجبنه، وولادي عجبتهم اللي بالشوكولاته. عملت بقى جنبها بقى كوبايه شاي بلبن لولادي، وانا شربت نسكافيه. واخدت واحدتين كده بالجبنه، كانت عسل جميله جدا. حطيت عسل، يعني لو انتي حابه تحطي عسل براحتك، بس بيدي طعم حلو قوي، تدي طعم جميل جدا مع الشوكولاته. الفكره حلوه عجبتني، قلت انزلها لكم. بجد جميله جدا جدا وهشه من جوه. بصوا عامله ازاي، هشه من جوه جدا وطريه طريه من جوه، ومن بره كده تحسيها كده مقرمشه، حلوه قوي قوي قوي. يعني ولادي قالوا لي اعمليها تاني. عجبتهم بجد. فقلت ان شاء الله باذن الله لما يبقى في فينو بايت هعملها لكم برضه. دي بقى بالجبنه. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الجمال والحلاوه، تحفه، بحاجه بتترمي بتترمي.
يعني بصوا ما حطيتش غير 3 معالق دقيق. لو فكرتي فيها هتلاقيها اقتصادية جدا، مش هتاخد منك دقيق كتير وكمية دقيق كتير. لو عندك عيش بايت بقى اعمليها. يا رب النهاردة يكون الفكرة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى باللايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.